هاكو تشوفوا كيش راه خارج من الداخل متقب وزيد منفوخ. الله الله وزيد بزياده صحي. اليوم جيت نشارك معكم وصفه تاع خبز السويردو اللي ديرها الام تاعي بالتفصيل. تابعوني خطوه بخطوه باش تنجح لكم الوصفه. باش نحضروا هذا الخبز تحتاجوا خميره طبيعيه اللي تحضروها في المنزل، مربيه كما نقولوا بالعاميه. اللي باغي طريقه تربيه الخميره طبيعيه يقول لي نحطها لكم في فيديو تاني. المهم تحطوا 200 غرام تاع هاد الخميره المربيه زيدوا عليها 520 مليلتر تاع الماء الدافئ وملعقه ونصف تاع العسل. تخلطوا غايه هاد الخلوطه ومن بعد تزيدوا 750 غرام تاع الفرينه الكامله هذيك اللي تجي كومبلي فارين كومبلي. الفرينه اللي ضفناها كان ديجا فيها 2 مغارف تاع الملح، وكما راكم تشوفوا الام تاعي كانت تحاول تلم هذيك العجين ومن بعد تغلقوا عليها وتخليوها ترتاح لمده نصف ساعه. هاد الراحه الاوليه تاعها قدام بلاصه دافيه، انا درتها قدام شوفاش. بعد ما تفوت عليها نص ساعه راكم تشوفوا الطريقه كيش راح دير لها ما تقبضها تطوطها الفوق عاود تحطها عاود تقبض واحد الجوج تطوطها الفوق عاود كيف من بعد تردوها عاود تخمر نص ساعه. ابخي نص ساعه عاود تعاودوا نفس العمليه كما راكم تشوفوا. المهم هاد العمليه نديروها 3 مرات شغل نطوطو كيما راكم تشوفوا، والمره الثالثه نديرو هاد اللقطه اللي راكم تشوفوا ماما ديرها شغل تبقاو ماشي تطوطو كيما كنا نديرو قبيلات، شغل كي اللي تلموها للاسفل باش تعطيوها الشكل شباب. وميم طون بعد هيا كي خمرت الخمره الكبيره كي حنا نقولوا ابخي ما كملنا داك النصوصه تاع السوايع نخليوها تخمر غايه حتى يطلع العجين. ديروا لا فارين في البلون دو طرافاي ومن بعد بوحدها كي تقلبوا الباسينه وحدها ديك العجين يطيح لكم. ومن بعد تقسموها على زوج كما راكم تشوفوا كما الام تاعي راها دير، ومن بعد تقعدوا تفرقوا هذاك النص ومن بعد تعاود تطويوه هاك عاود تطويوه هاك ومن بعد عاود تلويوه وتلموه. نورمالمون في الفيديو راه باين. ومن بعد ترشوا عليها الفرينه من الفوق ومن بعد تجيبوا سله ولا الحاجه اللي تكون عندكم ديروا عليها سبيته، ديك سبيته ترميو عليها الفرينه ومن بعد تحطوا داك الخبزه تما لداخل خبزه بعد رديتها خبزه العجينه. والثانيه نفس الشيء كما راكم تشوفوا تطويها عاود تلموا للداخل ومن بعد تشكلوا هذاك الشكل. راكم تشوفوها كي راها باينه مفخفخه ومريحه ودايره داك البواويق. الله الله كنقول لكم الخبز تاع عمر شحال بنين. المهم ديروها في سبيته في سله ومن بعد تغلفوها بالساشي وتخلوها ليله كامله في الفريغو. لا غدوه كي تجيو طيبوها تحطوها على الصني وتفتحوها بالكويتور من الفوق وترشوها بالماء، لازم ترشوها هكا ومن بعد تخلوها طيب. وشوفوا لي المنظر تاعها كي خرجت من الكوشه. نقول لكم مع الريحه اللي كان طلقتها في الدار تصاي ما تولوش كاع يعجبكم الخبز تاع برا، تولوا تبغوا تاكلوا غير هذا. كتشوفوها من داخل كي دايره متقبه وطالعه وتجي منفوخه. نقول لكم مع زيت الزيتون والفرماج مع الحريره. انا حتى لها كان كي شغل نحميهم كيما لي توست وناكلهم مع الحريره. هذه الزوجه اللي خدمتها. شو هاد الخبز غير سيوه ما تندموش عليه، تقدروا ديروهم دي ساندويتش لولادكم كيما اللي تشيوه هذاك من برا بان دومي. هذا خير هذا صحي خاطرش نخدموه بلا فارين كومبلي. كونوا ضامنين واش راكم تاكلوا ما فيش مواد حافظه ولا حتى الخميره فيه الخميره الطبيعيه. ان شاء الله تكون عجبتكم لا غوسيت وما تنساوش واحد الدعوه تاع الخير لماما وتهلاو في رواحكم في الامان.